الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا من أهم الرواة عند الشيعة هو ليث البختري المرادي، المكنى عندهم بأبو بصير. وعليكم أبو السلام ورحمة بصير الله. المرادي أبو بصير المرادي هو من أفضل رواة الشيعة، حتى أنه في بعض الأحاديث عندهم أنه مبشر في الجنة، أبو بصير المرادي. لكن نشوف ترجمة أبو بصير المرادي في قاموس الرجال لمحمد تقي التستري في المجلد الثامن صفحة 626. يقول عن شعيب العقرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج ولم يعلم، فقال: ترجم المرأة وليس على الرجل شيء. فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي فقال: قال لي: والله جعفر الصادق ترجم المرأة ويجلد الرجل. ثم ضرب بيده على صدره يحكها، وماذا قال؟ أظن أن صاحبنا ما تكامل علمه. أبو بصير المرادي يتكلم عن من؟ يتكلم عن أبو الحسن عليه السلام، يقول عن أبو الحسن عليه السلام ما تكامل علمه. هل هذا الكلام يصدر من رجل مبشر بالجنة يتكلم عن المعصوم بهذه الطريقة ويقول بأنه ما تكامل علمه؟ هذا الحديث لوحده يكفي بأن أبو بصير لا يؤمن بالعصمة ولا يؤمن بعلم الأئمة، وهذا يدل على أنه كافر أصلا. وأيضا في كتاب منتهى المقال في أحوال الرجال في المجلد الخامس صفحة 264 يقول. بس لحظة حفيد، على هذا المصدر. نعم. بالنسبة للأخ أسير صمت، جتني دعوتك على أنه تريد أنت تصعد، بس في شيء أنه ما أقدر أضيفك. حاول تشوف إيش هو. استمر واعتذر منك حفيد. نعم، في كتاب منتهى المقال في أحوال الرجال في المجلد الخامس صفحة 264 يقول يقول في ترجمة ليث البختري المرادي أبو بصير، يقول: كان أبو عبد الله عليه السلام يتضجر به ويتبرم منه، وأصحابه أي أصحاب أبو عبد الله عليه السلام يختلفون في شأنه. قال: وعندي أن الطعن إنما وقع على دينه لا على حديثه، وهو عندي ثقة. إذن هذا أبو بصير مطعون في دينه. أبو بصير المبشر بالجنة عند الشيعة مطعون في دينه. ما شاء الله. تفضل تعقيبك. شو أقول شحتي؟ أي والله. شو تحكي؟ أي والله. كمل كمل. الله المستعان. فهذا يعني الذي كنت أريد أن أوصله يعني للشيعة فقط، وأنا يعني ما كنت محضر والله المصادر، لكن هذا الذي وجدته عندي عن أبي بصير. بالعكس بالعكس، جميل جدا. بس أريدك تعيد آه، تعيد الكتاب المترجم لأبي بصير، وكتاب الموجود فيه قصة لأبي بصير، حتى الشيعي يفهم. نعم. في كتاب قاموس الرجال محمد تقي التستري في المجلد الثامن صفحة 626، والكتاب الآخر هو منتهى المقال في أحوال الرجال في المجلد الخامس صفحة 264. القصة موجودة في كتاب التستري صح؟ نعم، في قاموس الرجال التستري. نعم، أحسنت. أحسن الله إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا سعيد. نعم. ماذا سيقولون عنه الشيعة؟ الله المستعان. وطبعا كل رواة قلة الشيعة الأدب، طبعا. قلة الأدب لدى نعم. تلاميذ المعصوم، باختصار قلة أدب. صحيح. صحيح. لكن شوف ترجمة أهل البيت عند الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. الشيعة نفسهم يتهمون الإمام الذهبي بالناصبية، مع أنهم عندما يترجمون لجعفر والباقر وما شابه ذلك يأتون إلى كتب التراجم أهل السنة. يقول صقر العرب: شيعة البيت لا